الاسم طلاع ولد جنان، العمر 1 و6 شهور، السعر 150 ألف درهم. أما لماذا وكيف فإليكم تفاصيل القصة. ولد طلاع ولد جنان من تيس وعنزة أصيلين، ونشأ وترعرع في زريبة تقع في أطراف مدينة العين، ولكنها ليست كغيرها من الزرائب، فهنا تربى فقط الأغنام الأصيلة ذات السلالة النجدية النادرة، والتي تتراوح أسعارها بين 2000 إلى أكثر من 200 ألف درهم، كل حسب نوعيته وقوة إنتاجه. فمن الأغنام النجدية ما يؤكل، ومنها ما يستخدم لزيادة الإنتاج وتحسينه، وهو النوع الأغلى الذي ترتفع أسعاره كثيرا. النجدية تذبحها وتاكلها في مجموعة منها، مش كل النجديات، في مجموعة من النجديات نوادر، وفي مجموعة من المميزة، وفي مجموعة من الطيبة. اللي تكون تحت الطيبة هي تنذبح نهايتها. ولأن هواة اقتناء الأغنام النجدية ليسوا بالكثر، يعقد هنا مزاد للباحثين عن التميز وعن الأغنام التي توفر لهم إنتاجا جيدا، يوفر لهم مدخولا ماديا يغطي تكاليف الإنتاج. أنا إذا اشتغلت سنة كاملة وأنتجت من السنة الكاملة 10-15 نوادر اللي يسامن من 30 ألف، أنا أعتبر عملي ربحان 100% وليس خسران. 41 عند سيف سعيد، 41 حد زاد، 60 عند بن دلموج، 60,000 60,000. بالفعل فقد وصلت بعض الرؤوس في المزاد إلى 60,000 درهم، ولكن صاحبها رفض بيعها بسبب ندرة وقوة إنتاج نوعها، مما يجعل أثمانها باهظة للغاية. 36 حد زاد، حد زاد فوق 36 حد زاد، 40 عند بوسعيد، 40,000 40,000 40,000 حد زاد فوق ال 40,000. الفحل هذا أنا ماخذينه ب 100,000 اللي هو زمان، ولو ما فيه إنتاج وما فيه مدخول منه ما بشتري بال 100,000. أنا وصلت يعني قبل فترة فحل موجود عندنا هنا في العين 180,000، ورفض صاحب البيع اللي هو الأخ علي النعيمي، والأخوان بعزهم الله خير وصلوا في مبالغ في السعودية على 400 450. وهكذا تبقى هواية تربية الأغنام النجدية هواية وتجارة جديدة تستقطب فئة قليلة من الناس الباحثين عن التميز في كل شيء على حد قولهم. ولله في خلقه شؤون، فمن الناس من يرغب باقتناء الخيول، ومنهم من يرغب بالطيور، ومنهم من يرغب باقتناء الأغنام. من مدينة العين، محمد الخطيب، أخبار الإمارات.